بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبدأ الجزء الجديد اللي اتضاف على منهج الساينس الخاص بجريد 4، وهو ثيم 4 يونت 4. ودلوقتي يا شباب تعالوا نتعرف على ثيم 4 او المحور الرابع بتاعنا. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن change and stability، يعني التغير والاستقرار. هناخد فيه يونت 4 اللي هي الوحدة الرابعة اللي بتتكلم عن shifting surfaces، الأسطح المتحركة، أو هنتكلم بشكل خاص على الإيرث سيرفيس أو سطح الكرة الأرضية. هناخد فيه concept 4.1 اللي بيتكلم عن breaking down and moving rocks، يعني تكسير وحركة الصخور. طالما هنتكلم عن الإيرث أو عن كوكب الأرض وسطح كوكب الأرض، يبقى هنتكلم عن الصخور اللي موجودة عليه وإزاي بتتكون وإزاي بتتكسر وإزاي بتتحرك من مكان لمكان علشان تكون الإيرث سيرفيس أو سطح الكرة الأرضية. تعالوا نبدأ مع بعض النهاردة lesson 1 أو الدرس الأول معانا في concept 4.1 ونشوف بيتكلم عن إيه. بس كالعادة وفي بداية كل حلقة بفكركم كل واحد وواحدة في الطلاب الشاطرين اللي قاعدين بيتابعوا حلقة النهاردة يجيبوا ورقة وقلم والمذكرة بتاعتهم أو الكتاب بتاعهم اللي بيذاكروا منه علشان يذاكروا معانا الحلقة أول بأول. ودلوقتي فاصل صغير جدا تكونوا جبتوا الأدوات ورجعتوا عشان تتابعوا الحلقة للنهاية. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدأ نشرح أول ليسون معانا النهاردة اللي هو ليسون 1 في كونسبت 4.1. علشان نفتكر سوا، كونسبت 4.1 بيتكلم عن إيه؟ breaking down and moving rocks، تكسير وتحريك الصخور. تمام كده؟ طبعا كالعادة في بداية أي كونسبت جديد بناخد الأكتيفيتي نمبر 1 اللي هي بتقول إيه؟ can you explain؟ هل تستطيع شرح؟ وبيديني مجموعة من البيكتشرز أو مجموعة من الصور وبيسألني عنها سؤال وبيشوف المعلومات اللي موجودة عندي بالنسبة للموضوع اللي هنتكلم فيه. بيقول لي the opposite pictures، الصور المقابلة اللي قدامك ديت show some changes in the earth's surface، يعني بتوضح لك بعض التغيرات اللي حصلت في سطح كوكب الأرض. ففي هنا سؤال صغير بيسأله لي، بيقول لي what are the factors changing the earth's surface، يعني ايه هي العوامل اللي غيرت سطح الكرة الأرضية أو سطح كوكب الأرض. طبعا في فاكتورز كتيرة جدا، واحنا في الكونسبت ده هندرس أهم الفاكتورز اللي تسببت في تكوين الإيرث سيرفيس أو سطح الكرة الأرضية. قال لي the surface of the earth is always changing due to the effect of wind, water and weather changes، يعني سطح الكرة الأرضية أو كوكب الأرض دايما بيتغير بسبب تأثير الرياح والمياه وتغير المناخ. تمام كده؟ دي الفاكتورز المهمة اللي بتعمل تشينجينج في الإيرث سيرفيس أو في سطح الكرة الأرضية أو في سطح كوكب الأرض. بيقول لي طيب تعالى كده ناخد اكزامبلز أو أمثلة على التغيرات اللي بتحصل. قال لي بص كده في بيكتشر 1 وبيكتشر 2. بيكتشر 1 عبارة عن بروكن روكس، صخور مكسرة، اما بيكتشر 2 او الصورة التانية عبارة عن كوستال روكس اللي هي صخور شاطئية او صخور موجودة على شاطئ البحر. بيقول لي في الاكزامبلز بتاعتنا as you see in the picture 1 wind can break down rocks and they can move the small particles of rocks from one area to another، يعني الرياح تقدر ان هي تكسر الصخور وتحركها او تحرك الاجزاء الصغيرة بتاعت الصخور ديت من مكان لمكان. بيقول لي طيب as you see in the picture number 2، وزي ما انت شايف في الصورة رقم 2 water can change shape of rocks، يعني المية تقدر تغير في شكل الصخور نتيجة عملية النحت اللي المية بتنحتها للصخور. يعني طول ما المية عمالة تصطدم وتخبط في الصخور ديت هي بتنحت الصخور او بتكسر فيها بطريقة معينة كده، بحيث ان بعد فترة هتلاقي شكل الصخرة دي اتغير وتكسر منها اجزاء واتنقلت عن طريق المية. تمام كده؟
جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي طيب in this concept أو في المفهوم ده بقى إيه هي التوبكس أو الموضوعات اللي إحنا هندرسها؟ قال لي we will study سوف ندرس. هندرس إيه بقى؟ changing Earth's surface يعني تغير سطح كوكب الأرض. rocks and canyons. rocks يعني الصخور وcanyons يعني الوديان. هندرس الصخور والوديان. weathering اللي هو عملية تكسير الصخور. ايه ده يا مستر مش كلمة weather يعني طقس او مناخ؟ فعلا، بس كلمة weathering على بعضها كده المصطلح ده بنستخدمه لما بنيجي نتكلم على البريكنج داون اوف روكس، على تكسير الصخور نتيجة تغير الظروف الجوية. تمام كده؟ طيب ده كده هناخد types of weathering انواع تكسير الصخور. بعد كده هناخد causes of weathering اسباب تكسير الصخور. بعد كده هناخد الايروجن تآكل الصخور. بعد كده هنيجي ناخد deposition of rocks اللي هو عملية الترسيب اللي بتحصل للصخور او تراكم الصخور بعد ما تتكسر عشان تكون طبقات من الارض. اتفقنا كده يا شباب؟ عرفنا في الليسون ده هناخد ايه؟ طيب تعالوا نبدأ مع بعض بقى بالاكتيفيتي نمبر 2 اللي بتتكلم عن disappearing sand castle يعني اختفاء القلاع الرملية. طبعا كلنا عارفين واحنا بنلعب على الشط واحنا في المصيف كده بنقعد نبني اشكال معينة كده من الرمل، وبمجرد ما المية تخبط في الساند كاسل او القلاع الرملية اللي احنا عاملينها ديت بتبتدي تنهار كلها وتختفي. صح كده؟ طيب مين السبب؟ ووتر. برافو عليكم، المية هي السبب. يبقى المية عندها القدرة انها تعمل ايه؟ بريكنج داون، تكسر الصخور او تبتدي تعمل موفينج ليها او تعمل عملية تحريك ليها. قال لي طيب look at the opposite pictures بص على الصور المقابلة then put right or wrong ثم ضع علامة صح او علامة خطأ. بيقول لي the footprints still be there the next day يعني البصمات اللي عملتها الأقدام بتاعتنا على الرمل هتظل موجودة لليوم التالي، يعني لبكرة مثلا. هل بكرة هتلاقي الآثار بتاعت رجليك على الرمل زي ما هي؟ أكيد لأ. صح كده؟ يبقى الكلام ده إيه؟ wrong. طب نمبر 2 the shape of sand castle still be there without changing till the next day. طيب شكل القلعة الرملية اللي انت بنيتها دي هتظل موجودة بدون أي تغيير إلى اليوم التالي. يعني انت بنيت القلعة دي النهاردة هتسيبها لبكرة هترجع تلاقيها زي ما هي بنفس الشكل بدون أي تغيير. رايت ولا رونج؟ طبعا الكلام ده رونج. صح كده يا شباب؟ تعالوا نكمل مع بعض. لسه مكملين مع بعض يا شباب في الاكتيفيتي نمبر 2. بيقول لي في حاجة اسمها natural erosion يعني التآكل الطبيعي. قصده هنا بالايروجن اوف روكس او تآكل الصخور. تمام كده؟ بيقول لي if a child builds a sand castle on the sea beach he may notice the disappearance of a part of it or all of it after a few hours. يعني لو في طفل بنى قلعة رملية على شاطئ البحر، تمام؟ هيلاحظ او ربما يلاحظ اختفاء جزء من القلعة دي او اختفاء القلعة كلها بعد عدة ساعات. يعني بعد كام ساعة كده ممكن القلعة دي كلها تختفي او اجزاء منها تختفي. طبعا مين السبب؟ ووتر، المية. برافو عليكم. بيقول لي ان الووتر and wind are some of the factors that can transport small rocks from one place to another forming a process known as erosion. يعني ايه؟ يعني المية والرياح من بعض العوامل اللي بتستطيع ان هي تنقل الصخور الصغيرة من مكان الى مكان اخر. تمام كده؟ والعملية ديت بنسميها عملية erosion او عملية تآكل. تمام كده؟ بيقول لي the disappearance of sand castle. طيب اختفاء القلعة الرملية اللي الطفل ده بناها هنسميه ايه؟ قال لي erosion of sand castle تآكل القلعة الرملية. يعني هنقول ان القلعة الرملية ديت تآكلت. صح كده؟ طيب is due to طب ده بسبب ايه؟ قال لي بسبب the transportation of sand particles from its place to another place by the effect of water and this is considered an example of natural erosion. يعني
كل دوت حصل بسبب انتقال أجزاء الرمل أو جزيئات الرمل من مكان لمكان تحت تأثير المياه، وده بيعتبر مثال على الناتشورال ايروجن، يعني مثال على التآكل الطبيعي. تمام كده؟ يعني ده اللي المية في الحقيقة بتعمله مع معظم الرمال والصخور اللي موجودة على الاير سيرفيس او على سطح كوكب الارض. تمام كده يا شباب؟ نكمل مع بعض. لسه برضو مكملين في الجزء بتاع activity number 2. بيقول لي في شوية نوتس كده أو ملاحظات صغيرة إحنا أخدنا بالنا منها لازم نركز عليها شوية. زي إيه؟ بيقول لي sand is formed by breaking down of some types of rocks into smaller particles. يعني الرمال بتتكون من تكسير بعض أنواع الصخور إلى أجزاء صغيرة. يعني الرمل اللي إحنا شايفينه ده عبارة عن صخور كانت كبيرة واتكسرت بسبب احد العوامل او الفاكتورز اللي احنا اتفقنا عليهم. طيب في فورسز او في قوة هي اللي بتكسر الصخور ديت. طب القوة دي جاية منين؟ قال لي forces of water and wind are responsible for the disappearance of sandcastle and erosion of coasts. يعني القوة بتاعة المياه والرياح هم اللي مسؤولين عن اختفاء القلاع الرملية اللي الأطفال أو الناس بيبنوها على الشواطئ، وكمان مسؤولين عن تآكل الشواطئ. يعني لو أخدتوا بالكم من الصورة دي هنلاقي المية طول ما هي عمالة تخبط في الرمل اللي تحت الطريق اللي مبني جنب البحر دوت بتخلي الطريق يتهد. طب هو كده بيتهد يعني بيحصل بيحصل ايروجن، بيحصل تآكل في التربة بتاعته أو في الأرض بتاعته. اتفقنا كده؟ جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف فهمتم الجزئية ديت ولا لا. طبعا انتوا عارفين في الجزء بتاع check your understanding اللي هو اختبار الفهم، مستر احمد ندى مش بيحل معانا ولكن بيشرح لنا الاسئلة، وبنوقف الفيديو لحظات ونكتب الاجابة تحت في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. بيقول لي put right or wrong، ضع علامة صح او خطأ. The erosion of sandcastle on a beach is considered natural erosion. يعني تآكل القلاع الرملية على الشاطئ بيعتبر تآكل طبيعي. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتحددوا. Rocks are formed by breaking down the sand. الصخور بتتكون من تكسير الرمال. رايت ولا رونج؟ انتوا برضو اللي هتحددوا. يلا يا شباب بسرعة نوقف الفيديو نقرأ الأسئلة كويس وبعدين نكتب الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. ودلوقتي تعالوا نتنقل للأكتيفيتي اللي بعد كده اللي هي الأكتيفيتي نمبر 3. طب دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ساند كاسل القلاع الرملية، روكس الصخور، كانيونز الوديان. طيب تعالوا كده نتكلم مع بعض عن الثلاث حاجات دول ببساطة شديدة جدا. بيقول لي the earth's surface is continuously changing. سطح كوكب الأرض دايما مستمر في في التغير، أو التغير بتاعه بيحصل بشكل مستمر. Some changes can be very fast. وبعض التغيرات ديت بتكون سريعة جدا. And other changes وفي تغيرات أخرى can be very slow. ممكن تكون بطيئة جدا. That may take hundreds or millions of years. يعني ممكن التغيرات البطيئة جدا دي تاخد مئات أو ملايين السنين علشان تحصل. قال لي طب تعالى كده نعمل comparison ما بين الفاست changes والسلو تشينجز، يعني التغيرات السريعة والتغيرات البطيئة. قال لي نبدأ الأول بالفاست تشينجز اللي هي التغيرات السريعة. قال لي they are observed in a sand castle. التغيرات السريعة اللي انت ممكن تلاحظها بتحصل بسرعة زي كده اللي بتلاحظها في القلاع الرملية اللي بتبنيها على شاطئ البحر وانت قاعد بتلعب. بعد شوية صغيرين جدا بتلاقي المية جت عملت ايروجن، عملت تآكل للساند كاسل ديت. صح كده؟ قال لي it may completely disappear in few minutes as a result of its hitting by the sea waves. يعني ربما تختفي بالكامل في غضون عدة دقائق نتيجة لاصطدام موجات البحر بيها. قلت له فعلا بيحصل. قال لي طب تعالى كده نشوف السلو تشينجز او التغيرات البطيئة. قال لي they are observed in coastal rocks over time.
ديت اللي بنلاحظها على الصخور البحرية أو على الصخور اللي موجودة على الشواطئ البحرية بمرور الوقت. تمام؟ بس بتلاحظها إنها اتغيرت أو حصل فيها تآكل بعد فترة طويلة من الوقت. حتى هو كاتب لك تحت هنا، هو بيقول لك إيه؟ There may be some little difference in its shape after many years if some parts breaks off. يعني ربما تلاحظ أو تشوف بعض الاختلافات البسيطة أو القليلة في شكل الصخور ديت بعد قد إيه؟ العديد من السنين. تمام؟ نتيجة إيه؟ نتيجة تكسير بعض أجزاء الصخور ديت من خلال السي ويفز أو الموجات بتاعة البحر. اتفقنا كده يا شباب؟ نكمل مع بعض الاكتيفيتي نمبر 3. بيقول لي دلوقتي in the previous pictures، في الرسومات او الصور السابقه اللي هما الاثنين دول بتاعت الساند كاسل والكوستال روكس، we can observe some similarities between the sand castle and the coastal rocks. هنلاحظ بعض التشابهات. similarities يعني تشابهات between the sand castle and coastal rocks، يعني هنلاحظ بعض التشابهات ما بين القلاع الرملية والصخور البحرية أو الصخور الشاطئية اللي موجودة على الشواطئ بتاعة البحار المختلفة. طب إيه هي بقى السيميلاريتيز؟ إيه التشابهات اللي ما بينهم؟ قال لي أول حاجة both، يعني كلاهما الاتنين، يعني have steep needle-like parts، ليهم أجزاء شبه الإبر. لو بصيت عليها كده هتلاقي ليها أجزاء مسننة أو شبه الإبرة نتيجة الإيروجن أو نتيجة التآكل اللي هي تعرضت ليه. Both have sloping sides at the bottom. الاتنين المنحدرات بتاعتهم اللي موجودة تحت، أو الاتنين ليهم منحدرات موجودة أسفل كل واحدة فيهم. هتلاقوا الجناب بتاعتهم مايلة لتحت بس من إيه؟ من أسفل مش من أعلى. كمان water and wind create their shapes، يعني اللي بيساعد في تشكيلهم بالمنظر ده او بالطريقه دي هم يا اما المياه يا اما الرياح، هي اللي بتجعل شكلهم زي ما انتم شايفينه دلوقتي. يبقى هي دي كده السيميلاريتيز او التشابهات اللي موجوده في الساند كاسل والكوستال روكس. اتفقنا؟ نتنقل للجزء اللي بعد كده. بيقول لي بقى هو يعني ايه كانيونز؟ يعني ايه وادي؟ قال لي they are deep valleys carved by flowing water. يعني هو وادي عميق، مكان منحدر كده ما بين جبلين مثلا. تمام؟ تم حفره او تم تشكيله من خلال الماء الجاري، يعني المية اللي ماشية فيه. تمام كده؟ اتفقنا يعني ايه كانيونز؟ كانيونز يعني ايه؟ وديان. طب الوادي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديب فالي، وادي عميق. تمام؟ تم حفره او تشكيله من خلال سريان المياه اللي بتجري فيه. اتفقنا؟ طيب بيقول لي canyons are formed due to the slow changes that happened to its rocks over many years. يعني الوديان بتتكون بسبب التغيرات البطيئة التي تحدث للصخور بتاعته عبر العديد من السنوات. Canyons has needle-like parts and slopes at the sides. It is formed by the action of water. يعني الوديان في منها أجزاء شبه الإبر وليها منحدرات على الأجناب من ناحية تحت. تمام؟ وإني النيدل لايك بورتس ديت الأجزاء اللي شبه الإبر والسلوبس المنحدرات أو الميل اللي موجود في الكانيونز ديت تم فعله عن طريق مين؟ ووتر، عن طريق المياه. اتفقنا يا شباب؟ عرفنا يعني ايه كانيونز وازاي بيتكون؟ جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي دلوقتي احنا هنيجي لسؤال بتاع تشيك يور اندرستاندينج، سؤال اختبار الفهم. هحله ولا مش هحله؟ لا، انا كمستر احمد مش هحله، بس هشرح لكم الاسئله وانتوا يا شطار هتوقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. اول سؤال معانا بيقول لي the earth's surface never change over time. سطح كوكب الارض لا يتغير ابدا بمرور الوقت. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتحددوا. wind and water can break down rocks into smaller particles. الرياح والمياه تستطيع تكسير الصخور الى اجزاء صغيره. رايت ولا رونج؟ انتوا برضو اللي هتقولوا.
تمام كده يا شباب؟ ولحد هنا هتكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب اكون قدرت ابسط لكم المعلومات، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.